لقاءات النجم بالترجي أو لي كلاسيكو بين الترجي والنجم، واللي عادة ممثلة المواجهة اللي ينتظرها أكبر عدد من أحباء الكرة للتمتع بالفرجة بالأهداف وبالمستوى اللي يعكس إمكانية اللاعبين في الفرق الاثنين، تحول على نقيض المنتظر منه إلى كلاسيكو التشنج والأعصاب، وصولا للفوضى لتحل الأوراق الحمراء والإقصاءات مكان الأهداف واللقطات الكروية الحلوة، على غرار محصول في آخر كلاسيكو بين الفريقين. الإقصاءات والاندفاع المبالغ فيه عنده تاريخه مع كلاسيكو الترجي والنجم. 3 أكتوبر 99 3 إقصاءات سجلت حضورها، واحدة ضد شكري الواعر، زوز ضد النجم، تحديدا ضد أمير المقدمي وطارق التايب. 23 ديسمبر 2001 الورقة الحمراء مثلت النقطة السوداء في الكلاسيكو، مهدي بن صيرة، محمد المكشر، محمد الزوابي، كانديات تراوري أجبروا الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني على إقصائهم ليحقق الكلاسيكو الرقم القياسي على مستوى الإقصاءات بين الفرق الاثنين. الورقة الحمراء سجلت أيضا حضورها في زوز مناسبات في 4 مواجهات بين الفرق الاثنين، في مارس 2001، في أكتوبر 2006، في مارس 2010، وفي ماي 2016. وحتى في الشامبيونز ليج الكلاسيكو نهار 28 أوت 2012 وصل التشنج والفوضى إلى أقصاها، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف المقابلة. والسؤال المطروح: إلى أين؟ وين ماشي الكلاسيكو بين النجم والترجي؟ هل هو التشبث بالنتيجة، الخوف من الهزيمة، أم ماذا؟ حقيقة أمر الكلاسيكو أصبح يحير. سي هشام، الحل الكفيل باش ما عادش نشوفوا احداث كما هذه اللي من قبل، مش فقط في المباراه هذيا، ان نبدلوا القوانين وتكون اكثر صرامه. لهنا علاش ما نكونوش كيما البراغ في بطولات اخرى وفي رياضات اخرى، نعملوا لجنه مستقله هي اللي تسن القوانين، والانديه ملزمه انها تلتزم بالقوانين هذه. لكن كي خليتني كملت كلامي انا والكابتن راك كملوا توا واضح معناها هذا عنده كرونولوجي. معناها انا شو نقول؟ ان شاء الله انا با راتي لو تران